السلام عليكم يا اخوات المشاهدين. بعد طول انتظار رجعت لك بفيديو ضمان ربع ساعة من الخيال العلمي والإثارة والتشويق، ومش عايز اطول عليك وخلينا نبدأ الفيلم. بيبدأ الفيلم بأخبار غريبة حصرية بتتكلم عن ظهور كائنات مضيئة في الفضاء محدش يعرف ماهيتها ايه، وبعد مرور 5 سنوات و16 سنة و27 سنة لسه الناس بتتكلم عنها والدنيا مقلوب عنها، ولحد هذه اللحظة ما يعرفوش ايه هي الكائنات دي. نروح لواحدة تانية وبصراحة اسمها طويل اوي يا صديقي، فاحنا هنقول عليها اسمها جنى وخلاص. وبتكون جنى ديت شغاله بتبحث عن الكائنات ديت، وفي نفس الوقت بتعمل جلسات تصوير. فبتروح تعمل جلسه تصوير لاحد العائلات وهي بتقول لهم ابتسموا، الصوره في التانية بيغمى عليها. فبتصحى الدكتوره كده وبتقول لها ايه اللي بيحصل لك. وبالمناسبه بما ان انا يعني صديقتك وعارفه ايه اللي عندك، فياريت لو انت هتروح تبحث عن اي كائنات ديت او حتى تعرف اي حاجه، فياريت تاخدي معاك اي حد، لانك انت بيجيلك نوبات صرع، فلو جالك ديت فممكن للاسف يعني تتكل على الله. فبتقول لها ماشي، وبتصحى تاني يوم على صوت تليفونها اللي بيرن، وبيكون ده اخوها تيلر اللي بيرن عليها. فبيكلمها وبيقول لها انا عايز مساعدتك. فبتروح المستشفى وبيكون قاعد على كرسي متحرك، وبتقول له شفت اللي وصلت ده كله بسبب السكه اللي انت ماشي فيها، مش هتبطل بقى مخدرات والقرف اللي انت فيه ده. فبقول لها يا ست لا 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 خلاص انا بطلت وان شاء الله ماشي عدل، انا عايزك بس ايه تساعدني كده وتوصليني لحد الشقه بتاعتي. فبتقول له خلاص ماشي اما نشوف. بتاخده وبيقوم كده من على الكرسي وبيبدا يمشي معاها وبيروحوا للشقه بتاعته. ولكن صاحب الايجار بيقول له ولا انا عايز اقول لك بقى انك انت ما دفعتش الايجار بقالك شهرين، فيلا انا لميت لك حاجاتك وعايزك يلا تتكل على الله، ما عدتش اشوف وشك في المكان ده تاني. فبيتعصب، وهو اكتر حاجه بيتعصب عليه هي العصايتين بتوعه. بيقول لهم انتوا مش عارفين العصايتين دولت انا جايبهم منين، ده مغني شهير، وبياخد حاجته ويمشي. وربنا انت غريبه طلع. وبيروح لاخته وبيبص لها كده بصه اللي هو انا ما فيش مكان، ما تاخدني معاك بس يومين، يعني يومين. بتقول له انا عارفه ايه الحوارات اللي بتعملها، انت اتصلت عليا عشان انت عارف انك انت هتنطرد من الشقه. فبيبص لها كده فبتضطر تاخده معاه وخلاص. وهو راكب معاها بتكون متوتره حبتين، فبتقول له في راجل يعني معايا في الشقه. فبالله وبيفضل يتريق عليها لحد ما بتبص له بص كده اللي هو انا غلطان ان انا جبتك معايا. بيوصلوا بقى ايه للشقه، وبنعرف ان اللي هو معاه في الشقه ديت بيكون اسمه جستين. فبيكون لسه مخلص اللايف اللي هو عامله عن الكائنات الفضائيه. هو صاحبنا تيلر اول ما بيسمع كده وبقول لك ايه يا اسطى ما تقوم كده خليني اقعد كده براحتي، ده انت غريب صحيح يا اخي. اخته بتبص له من الناحيه التانيه بتقول انا عارفه تصرفاتك يا اخي، نفسي مره تتصرف حاجه عدل. وبتفضل تبص كده للقناه اللي هو صاحبنا جستين عاملها، وبتلاقي ان هي وصلت 30,000. وبيقول لها امال ده الناس بتحب اول الاخبار ديت ولازم طبعا نجيبوا اخبار جديده. فبتقول له ان شاء الله. وبتعرف ان درجه الحراره في الايام اللي جايه هتوصل لحد 100 وممكن كمان ل 200 و300 والدنيا هتخرب خالص. وهي بسرعه بتبقى عايزه تروح على الاحداثيات اللي عم جيسون اداها لها. وبنروح لعم جيسون ده وبنلاقي ان هو بيتبع الاضواء ديت، وهو بيتاكد ان هي يعني في المكان ده بالظبط. عشان كده كلم صاحبتنا مين جانا، وبتاخد صاحبنا جستين معاها عشان طبعا دي عطله وهيستكشفوا فيها والدنيا هتبقى حلوه، فمش عايزه حد يبوظ عليهم يعني العطله يا ولاد اللذينه. فبيبص كده عليهم صاحبنا تيلر وبيلاقي جستين قاعد يكلم في تبان وبيفضل يعيب عليهم انتوا عالم غريبه وربنا انا الاحسن ان انا اقعد هنا واسيبكم. ولكن اخته بتبقى عارفه ان هو هيعمل ايه، فبتقول له تعالى اركب معانا. وبيركب وهم ماشيين طول الطريق بيبص عليها وبيلاقيها بتشرب مشروب كده برتقالي. فبقول لها برتقال مفيش خمره يا ابني، يا ابني بقى بطل اللي انت فيه ده، انتوا ايه عايشين في السكلانه كده، مفيش اي كده دراما اكشن حاجات. فبيخش كده على كمين، فبقول لهم ايه ده كمين ايه ده بقى، لو متوتر كده. فبقولوا له في ايه معاك حاجه، بقول لهم لا انا تمام مفيش اي حاجه. واول ما بيبدا ينزل ازاز بيقول لها انت امريكانيه، فبتقول له انا امريكانيه. فبيبص ورا كده فبيلاقي واحد يعني قاعد ايه متوتر. فبقول له بقول لك ايه، قال له ايه، قال له قول لي كده امريكي. قال له لا معلش مش هعرف اتكلم. فبينزل يبص تحت في العربيه فبتلسح. فبقول عم شفيع روح يا بنت الله يصلح حالكم. فبيمشي. فبتزعق له اخته بتقول له ايه مش عارف تنطق كلمتين. فبقول لهم وربنا اسكيوز مي يا جدعان مش عارف اتحرك انتوا مش عارفين ايه اللي فيا. قالوا خلاص يا عم انت هتغني لنا بقى. وبيبص على اليافطه اللي هم خاشين عليها وبيعرفوا ان هم قربوا من عم جوسن اللي ادالهم ايه الموقع اللي هم هيروحوا من عليه ويشوفوا الكائنات ديت. وبيخشوا وبيلاقوا واحد مسلح واقف زي الطرنش بالظبط ملوش اي عاده. وصاحبنا طبعا بما ان تيلر تصرفاته زي ما احنا عارفين يا شباب فبيفضل يحرك في الكرسي يمين
شمال، وقاعد يزيق ويطلع اصوات غريبه لحد ما اخيرا ايوه هي دي الراحه ولا ببلاش. فببص عليه كلهم اللي هو وربنا لو ما سكت هخلي الطرنش اللي واقف ده وخلص عليه. فبيبدا بقى يكلمها، بص يا بنتي شفت الحته ديت هي اللي تبداي انك تصوري من عليها وهتلاقي عليها الكائنات المضيئه. صدقيني الاحداثات دي مش هتلاقي عند اي حد، انا اللي مديهالك انا اللي عارف. اما بقى الحته ديت فده البيت اللي هتسكنوا فيه، عشان ايه يعني الدنيا هناك مش حلوه وعصابات بقى والدنيا تمام. فلا بقى المهم رقم الشقه اصل هو هناك معمول بقفل، رقم الشقه 711، يا ريت بقى ما تنسوش 711. بيقولوا تسلم يا عم جوسن، عم جوسن ده انا مش مرتاح له وربنا. وبيروح على المكان هما الثلاثه، وطبعا تيلر بيطلع يجري عشان يقعد في الشقه واستقينص بيلاقي ان في حاجه غريبه. ايه ده؟ لا القفل ده مكسور يا جدعان، يا جدعان يا اختي يا جستين القفل ده مكسور. مكسور ازاي؟ خش كده بيبص فوق، لا المروحه دي كانت شغاله. طب ما في حد بقى في الشقه بيفضلوا يدوروا، وهوب اخته بتلاقي واحد ايه جوه في الاوضه وبيرفع ايده كده اللي هو وربنا يا جدعان ما ليها دعوه، طب استنوا بس مش عايز اي حاجه. وبيبص على بنته وبيلاقوا ان هي مصابه بنوبه صداع شمسيه ومش قادره تاخد نفسها. وبما ان صاحبتنا جانا عارفه الحاله ديت وعارفه اللي هي بتمر بايه، فبتقول له احنا لازم نتصل بقى ايه على الاسعافات. فبقول لها بالله عليكم بالله عليكم ما حدش يتصل، انا هتكون حلوه بس ادوني يوم واحد بس واخدها وهمشي. فبيطلع صاحبنا تيلر بيقول وفيها يعني بقى اما نتصل، وبيمسك كده البتاع عشان لسه يتصل، ولكن صاحبنا بياخده منه وبيزعق له. فبيتخلع تيلر بيقول له فيها يا عم بالراحه علينا. قال له يا عم ما تفهمنيش غلط بس ما ينفعش بالله عليكم حد يرن على الاسعافات، لو رنيت الدنيا هتبوظ. فبقول له طب ما بنتك كده هتودع الحياه لازم نتصرف. فبقول منه وبيقول له كل حاجه هتكون تحت السيطره. وبيروح هو واخته هم راكبين العربيه بيوصلوا عند محل بقاله، ولكن للاسف بيكون مقفول. فصاحبنا تيلر بيطمئن ان الحاجات اللي هم عايزينها جوه، وبيقول لاخته ما قدامناش غير حل واحد ان احنا نقتحم المكان. وفعلا بيعملوا كده، والانذارات بتشتغل في كل مكان باعلى صوت، وهم على الاخر مفهوم بسرعه بيدوروا في كل مكان لحد ما بيلاقوهم وبياخدوا الحاجات وبيطلعوا يجروا بسرعه من المكان قبل ما حد يشوفهم او حتى يكتشفهم. وبيكونوا فرحانين بالانجاز اللي هم عملوه، وبيرجعوا لصاحبنا جاك وبيطمنوه وبيركبوا المحلول. وبيكون صاحبنا مين طبعا اللي هيحط الحقنه في الوريد؟ هو صاحبنا تيلر، لانه طبعا يا اخويا فهو كان بيتعاطف فبما انه فاهم في الحاجات دي، ولكن اول ما بيمسك دراع البنت فبيكون قلقان وخايف فبيطلع بره. ولكن اخته بتقول له في ايه مش هتقدر، بيوري لها دراعها فبتسكت لان هي عارفه هو كان بيعمل ايه وطمنه. وبيمسك بنته وبيسمي الله وبسم الله ما شاء الله بيدخل الحقنه في الوريد كانه جراح عالمي وبيخلص من هنا. وعمنا جاك بيفضل يشكره كل مكان، بيقول له يا عم كلنا اخوات وكلنا واحد مش لازم يعني تشكرني، وبعدين كلنا ساعدنا في الموضوع. نروح بقى لصاحبتنا جنى وبتكون قدام العربيه وبتكون لسه هتمشي بقى عشان تستكشف الكائنات بما ان دي الحاجه الاساسيه اللي هي جايه عشانها. ولسه صاحبنا جسين واقف معاها وبيقول لها بص يا بنت الحلال هنا مكان ما فيش اشاره، الدنيا بايظه. طب انا اعمل ايه؟ انا قعدتي ماليش لازمه، انا عايز امشي من المكان خلاص، انا زهقت وعايز اروح، ولا عايز حتى ان انا اجيب متابعين، ولا عايز حتى ان انا افضل في المكان، ولا عايز استكشف حتى الكائنات دي. فهي بتتعصب، ولكن مره واحده بيجي لها نوبه ايه صداع اللي بتجي لها دايما. فهو ما بيكونش عارف طبعا الحاجه اللي بتجي لها ديت، ولكن هي بتعتذر له وبتقول له ان الحاجه دي بتجي لي ايه يعني لما اكون زهقانه او الجو حر جامد. ولكن مع ذلك عشان طموحها وحلمها الوحيد بتقرر برضو رغم التعب اللي هي فيها تكمل يا صديقي. وبتروح فعلا في المكان اللي هي هتبدا تحط فيه المعدات بتاعتها، وبتلقي نظره بالمنظار وبتشوف ولكن ما فيش حاجه. فبتشوف تاني واخيرا بتلاقي، ولكن بيكون بعيدين جامد وهي مش واضح ايه الحاجات اللي في السما ديت، بتكون انوار مضيئه على شكل سبعه وخلاص. فهي بتكون فرحانه وما نعرفش ليه فرحانه. فبنرجع بقى لصاحبنا تيلر هو اللي بيكون اتعاطى تاني جرعه من المخدرات، فبتخليه يهلوس وبيفكر ان الشرطه بتطارده. فبيروح لعمنا جستين وهو بيقول له بقول لك يا ابو الصحاب يا عم انت ده بيبص في واحد بره، صدقني ما بكذبش عليك يا عم بقول لك في واحد بره، وبيكون ماسك السلاح في ايده. فبقول له يا عم لا ما فيش حد يا اسطى، اقول لك على حاجه ما تصدقنيش يا عم انا داخل جوه انت هتتعبني ليه؟ قال لا هو في ايه يا عم ده بس سيبوني يا جدعان في حالنا بقى، لا ولا نت ولا حتى ريحه راس ولا نوم، ده حاجه تعب صحيح. وهم سايبه وداخل جوه. وصاحبنا تيلر طبعا بما ان هو مش في وعيه فبيفضل يزعق او يدور. وبنرجع لتاني يوم وبنلاقي اخته جت في الصباح وبتفضل تنادي على صاحبنا تيلر ولكن مش موجود. فبتسال عمنا جيستين فبتقول له انت شفت تيلر؟ فبقول لها ما شفتوش، هو كان امبارح قاعد يدور بس مش عارف ما شفتوش. فبتسال جاك فبقول لها برضك ما شفتوش. فبتبقى خايفه فبتدور عليه في كل مكان ولكن برضك مش موجود. وبتعرف كده ان هو تعاطى تاني جرعه ولكن في الصحراء الشاسعه دي يا صاحبي. فالموضوع
الموضوع هيبقى صعب، واحتمال كمان ما يلاقوهوش، وممكن يموت من الحر الموجود، لان الحر لا يطاق، درجه الحراره وصلت ل 200. عارف يعني ايه الدنيا بره دمار. ولكن عمنا جاك بيقول لها انا هتطوع ان انا اساعد معاكي، وصاحبنا جستين بيروح برضك معاها. وهم ماشيين في الطريق جاك بيبص على شماله وهي بتبص على يمينها، ولكن مش لاقيين حاجه، حرفيا كل اللي شايفينه هو صحراء في كل مكان. وبيبص عمنا جاك كده فبيلاقي حاجه غريبه، ايه ده؟ شكله هو اللي هناك ده مغمى عليه. يلا نروح ونبصوا. بيبصوا، ايه ده هيكل عظمي لبني ادم يا صديقي. بيقول لهم ما انا عارف، انا شفت حاجات من دي كتير، يا ترى وراك يا عم جاك؟ فبيرجعوا يركبوا العربيه، هو بيكون واقف عند النقطه في طريق يمين وفي طريق شمال، فبيكون مكملين في الشمال. والله ورا الشمال مش هتلاقوا اي حاجه اصلا، ولكن بيجي صوت غريب لصاحبتنا ايه جنى، فبتبدا تقول لهم لا خشوا من اليمين انا متاكده. فبيستغربوا ولكن بيسمعوا كلامها، وبيلاقي بتاع عامل زي المصنع كده، فبيلاقوا صاحبنا طلع وبياخدوه يروحوه على البيت، وبتكون اخته قاعده تشيله الاشواك. فبقول تقول له يا ابن الحلال في حد يعني حد بدماغه ديت يروح يحضن صباره؟ يعني خلاص ما عادش في حاجه تحضنها غير الصبار. ولا وانا كنت في حالي. بتقول له والله لا شدتش شنطتك، انت كنت جاي معاك. بقول لها خلاص يعني ما عادش في حاجه بقى، هي كانت جرعه واخر جرعه ويا ريتني ما خدتها، رحت حضنت صبار، يا ريتني كنت حضنت الحيط حتى، وما فيش فايده في اي حاجه. تقول له يلا ما علينا بقى، اللي حصل حصل. بتكون زعلانه مني شويه، ولكن فجاه التكييف مره واحده بيبقى واطي، ودرجه الحراره كل مدى بتعلى عن مدى، فبيكونوا عايزين يضللوا على التكييف عشان ينتج جو ساقع، وعلى الاقل يعيشوا في الجو الحر اللي هم فيه ده بدل ما الدنيا متبهدله كده. فبيتطوع منها جاك ان هو ايه يعمل المهمه دي هو وتيلر، وبيطلعوا بره، وبيحكي تيلر معاه وبيقول له والله انا زعلان من حياتي، مفيش حاجه حلوه في حياتي، مخدرات وماشي فيها، اختي ذات نفسها حاسسها مش واثقه فيا. فبيطمنوا عمنا جاك وبيقول له بص يا ابني، اللي قدامك ده كان ماشي في كل حاجه وحتى كان زيك، ولسه هيخش له في تفاصيله ويفهمك. بتوصل عربيه ايه شرطه، فبسرعه عمنا جاك بيخاف وبيخش يستخبى جوه، وكلهم بيبقوا متوترين لانهم مخبيين واحد عندهم وما عرفوش الرئيس اللي هو مدخلهم المكان بتاعه. فبيجي لهم كده وبيبص جونسون كده بص اللي هو في حد عندكم هنا؟ فبتقول له جانا لا مفيش حد. بقول لها طب انا عايز اقول لك حاجه. فبكون صاحبنا جستين واقف ورا، فبقول لها بص يا بنتي، كل اللي هنا رؤساء عصابات او تبع عصابات، وبيخطفوا الاعضاء وبياخدوا الاعضاء والحوارات دي كلها، فممكن في لحظه يسرقكم، في لحظه يخلص عليكم وياخد اعضائكم. فانا يعني بحاول احذرك، يا ريت لو في حد هنا تقولي لي. فبتقول له لا مفيش حد، وبتكون باين عليها القلق. فبقول لها خلاص اوكي، وبياخد بعضه وماشي. وبيكون جستين عايز يقول له، ولكن للاسف الراجل بيكون ماشي وبيخش بسرعه وهو متعصب، وبيقول له انت يا عم هو في ايه؟ انا بص عايز اعرف حقيقتك ايه، انت جاي هنا عشان تقتلنا ولا عشان تعمل فينا ايه؟ فبقول له يا جدعان استهدوا بس، انا فعلا هحكي لكم طيب عن كل حاجه. وبيقف كده وبيوري لهم الوشم اللي عليه، وده دليل على ان هو كان في عصابه. ولكن بيقول لهم انتم مفكرين القصه غلط، انا والله ولا بتاع عصابات ولا ليا حتى في الكلام ده، انا كنت جاي لاخويا من مشوار من بلد بعيده، ولكن كل شويه هم يقولوا لي هات فلوس هات فلوس هات فلوس، لحد انا ما عدتش عارف اعمل ايه ولا حتى يعني اعمل ايه، انا مش بايدي والله يا جدعان. هو ده اللي وصلنا لهنا، لدرجه ان انا كنت ماشي انا وبنت في الصحراء وكنت شايلها، وحرفيا ببص يمين شمال مش لاقي حد، لحد ما فجاه ظهر ضوء غريب خدني وجابني المكان ده وبس. واكيد يعني الضوء اللي جابني هنا يبقى في سر، وعايزين نعرفوا السر سوا يعني وكده. فطبعا جانا فبتكون يعني متفهمه الموقف بتاعه، فبتقول له خلاص، ولكن جستين هنا وستوب، انا مش هرضى، انت من النهارده تمشي او انا لازم امشي، خلاص انا هروح يعني هروح. ولكن جانا بتوقفه وبتقول له بقول لك ايه، انت تصرفاتك بقت وحشه، اقول لك على حاجه، انا هنفصل عنك خالص. خد. بيكون الامور ما بينهم متوتره. بينزل صاحبنا جستين عندي بنزيمه كده وبيسيبهم وبيمشوا وبيسيبوه وبيمشوا، وتحس ان هو هيبلغ عليهم ولا والله ما اعرف يا صديقي. ولكن هما بيمشوا من هنا، وفجاه وهم ماشيين العربيه بدات تسخن جامد، مش هينفع لازم نوقف او حتى نبطل التكييف، احنا كده مش هنستحمل، لازم نريح العربيه. ولكن بتجيلهم النصيبه الاكبر، وبتكون عربيه شرطه بتجري ورا منهم. فبقول ايه يعني ايه ازود السرعه، طب ولا نقف ولا نعمل ايه؟ ما عدناش فاهمين، لازم نقف دلوقتي. فبيبقى ما قدامهمش حل غير ان هم يقفوا، يا اما كده يا اما العربيه تتحرق بيهم. وفعلا بيقفوا، فبيلاقوا مين بقى اللي طالع من عربيه الشرطه ديت؟ عمنا جونسون. بيقول لهم قد ظهرت الحقيقة على حقيقتها، انزل انا منك له، يلا تعال انت هربان مننا بقالك كتير، بقول لك ايه انتوا مشوا لكن الراجل ده يخصني انا. فبيقفوا في طريقه، فبيكلم الطرنش وبيقول له خلص عليهم لو هما هيتكلموا. ولكن فجأة بيظهر ضوء غريب لدرجة ان هو يعمى اي انسان. ولكن الفجأة هنا صاحبتنا جانا بتصحى من النوم، بتكون مش فاكرة اي حاجة ايه اللي حصل ده كله. ولكن صاحبنا تيلر بيطمنها، وعمنا جاك بيطمنها هو كمان، وبيكون وصل لاخوه اللي هو شقيقه وكده، وبيكونوا كلهم اتجمعوا. وبيقول لها بص على الاخبار ان الضوء ده ما بيظهرش غير للناس اللي جواها نية صافية،
وغير كده كمان بينقذ الناس الحلوة وبيعمل الناس الوحشة وما تلاقيش لهم اي اثر تاني، وده اللي حصل معاهم من شوية. فبيكون هي مش فرحانة لان اخيرا اخوها صدقها وكل حاجة هي عايزاها حصلت، وبتركب العربية هي واخوها وبيمشوا هما الاتنين وبيبصوا لبعض وبتقول له خلي في علمك انا عمري ما خايب ظني فيك، وبالعكس انا فرحانة بيك وفخورة لانك انقذت روح بني لو ادم. وصلت لحد هنا يا اخويا المشاهد فاحب اشكرك من اعماق قلبي لان اتاخرت عليك كتير، ولكن احب اقول لك ان كل يومين او 3 هنزل لك فيديو، وعشان كده ما تنساش بقى تحط لايك واشتراك وكومنت جميل، ويلا سلام.